صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عليه. هنبدأ كلامنا كده بالصلاة على النبي ونسمي الله ونبتدي روتين يوم جديد. يوم من اول الصبحية لحد المغربية. المرة دي فعلا بقى من اول الصبحية لحد المغربية. زي ما انتم شايفين لسه صاحيين، والبط بتاعنا لسه صاحي كده وبيتمطع وبيروق على حاله. لسه صاحي ولسه إيه إيه لسه الساعة 6:30. بقيت باجي متأخر شوية عشان المدرسة وكده. هسيبكم بقى تستمتعوا بشوية الصباح الجميل ده، وبعدين نبتدي بقى مع بعض الروتين بتاعنا كده. انا رحت الغيط يعني كده، وخلصنا بقى طلبات الغيط ومستلزمات الغيط. روحنا بقى يا ولاد عشان نشوف طلبات البيت. القطة المشمشية. بنفطر بقى فطار خفيف كده، طعمية وجبنة قديمة ومخلل وكده يعني. اي حاجة كده خفيفة عشان طبعا الولاد في المدرسة. تمام. ومفيش يعني ولاد مين، هي سلمى اللي في المدرسة، وزين مثلا في الدرس و... وانا مثلا وزياد، او انا وندى على حسب بقى مين موجود. زي ما انتم شايفين كده بنفطر بقى فطار اي حاجة. شايفين الطعمية؟ الله يكرم اللي بتعمل الطعمية دي، والله الطعمية دي ب0.5 جنيه. فطرنا وخلصنا وقلت بقى ندى هنا النهاردة، لان هطلع بقى اتعامل في الشقة أنا مش عايزة اقول عليها كلمة وحشة يعني. شايفين زين ما شاء الله عليه، يعني ما بيسيبش اي حاجة في حالها. ينزل المخدات كلها ويقعد يعمل بيت بقى بالمخدات بتاع الكنب، ومظبط لي الدنيا على الاخر زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى ابتدي بقى ندى تروق تحت وانا هروق انا هنا، عشان نشوف بقى الروتين بتاعنا واليوم بتاعنا ماشي ازاي. اكتبوا لي يا اولاد بقى كده في الكومنتات، لو عايزين نعمل حاجة مختلفة عن الروتينات. ادوني رأيكم كده واعملوا لايك. انت مش عارفة ليه ما بتعملوش لايك؟ لو الفيديو مش عاجبك اعملي برضو ديسلايك يعني مش لازم ان انت تدي رأيك. ده فيديو حلو اعملي لايك، فيديو وحش ومش عاجبك اعملي ديسلايك يعني. عادي، بس اديني رأيك عشان ابقى عارفة انتوا كده حابين الروتين دوت ولا غير ولا اعمل ايه. فمش عارف، ما فيش حد بيديني اي اتجاه كده. وبشكر ال5 6 اللي بيشجعوني وبيتفرجوا على فيديوهاتي وبيعملوا لايكات وبيعملوا كومنتات. عارفاكم بالاسم وبشكركم، وان شاء الله يبقى ليكوا عندي هدية جميلة قوي. هعمل لكم هدية حلوة كده، هعمل لكم إيه حلة محشي كده ولا حاجة وابعتها لكم على الكانون. اي خدمة. عادي بقى، انا بروق الترويق اللي هو العادي، مش نكتي يعني، مش بنكت بقى واشيل الكنب واكنس تحتيه وكده يعني. لا انا بكنس يعني بروق الترويق الكروكي ده برضو، بحيث ان الشقة في المنظر العام شكلها حلو وما تكونش مكركبة، وفي نفس الوقت ابقى مش مكترة على نفسي في الشغل برضو يعني. لقيت الخمار ده قلت لا اما البسه عشان اعرف اتحرك بصراحة. وانا بعمل روتين او بروق او حاجة زي كده مبقاش عارفة اخد راحتي وانا بصور وانا بروق، لان في تصوير وكده. فطبعا ببقى خايفة مثلا لقطة وتيجي مش تمام، آه، حاجة من جسمي تبان حاجة زي كده يعني. طبعا انا قبل اي حاجة انا آه، يعني مش معنى ان انا بصور بقى وكده ان انا ابقى سايبة الدنيا عادي، وان انا مثلا اتعامل عادي واطلع وانا مطية ولا اطلع مش عارفة معلش انا بكلمكم انتوا زي اخواتي يعني. فساعات والله انا ببقى نفسي افتح الكاميرا واوريكم اليوم بتاعي ماشي ازاي وبروق ازاي وبعمل ازاي وكده، بس بوريكم قبل وبعده وخلاص. لان زي ما انتوا شايفين طبعا، انت عارفة انت كلكم بتروقوا وعارفين بنبقى بنروق ازاي وبنبقى عايزين نشمر بقى ومش عارفة يبقى الكم مضايقنا واحنا بنمسح كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عايزة اوطي ومش عارفة اوطي، فطبعا وقفت الكاميرا عشان اعرف اتعامل. إيه لان طبعا برضو في حياء برضو يا جماعة، ومش معنى ان انا بقى بصور ومثلا وفي ناس بيتفرجوا عليا ان انا اسيب الدنيا سداح مداح كده. لا طبعا انا عندي جوز بحترمه
و... ولازم برضو محطوش في موقف ان حد يقول له بتفرج على المدام وهي بتروق ولا مش عارفة ايه يعني كده يعني. عندي جوزي وعندي ابني وعندي اخويا، كل دول بعمل لهم خاطر وبعمل لهم احترام، ولازم ما احطهمش في اي موقف مش ظريف يعني. لان طبعا انا مش ضامنه مين اللي بيتفرج على القناه، تمام؟ فلازم قبل اي حاجه برضو الاحترام والحشمه برضو في اي حاجه. فما بلاقي نفسي هيبقى كده الدنيا مش تمام ومش هعرف اعمل حاجه قدام الكاميرا، بقفلها شويه عما اخلص. وانتوا كلكم بقى عارفين الروتين واليوم والترويق بيبقى عامل ازاي، بس انا بس بديكوا نبذه بس كده. وطبعا انا اقول لكم لما تتفرجوا على فيديو كده في حاجه مثلا زي دي كده، مثلا اوضه مش متروقه وبعد كده متروقه، بتحس براحه نفسيه كده، تحس ان انت عايزه تقومي بقى تنكتي الشقه بتاعتك وعايزه تقومي تروقي وكده. طبعا في هدوم كانت منشوره الحبل، سلمى لمتها وسابتها على السرير. قاموا من النوم، يعني كانت الصبح كده وهي تروح المدرسة بتجيب هدوم تلبس عشان تروح المدرسة، فكان في شوية لمتهم بقى قبل ما تمشي وسابتهم على السرير ومشت. فانا جيت طبقت اهوت بقى وهروق الدنيا. طبعا هي حياتنا كده، هدوم عايزة تتلم، هدوم عايزة تتطبق، هدوم عايزة تتغسل. هو الهدوم مشكلتها كده. طبعا انا مش هشيل طقم السرير ده النهارده، لان انا شاليه شلت اطقم السرير اللي تحت، عندي شقة حماية تحت وهغسلها، فعشان ما كترش على نفسي برضو. وطبعا لسه وراها طبيخ وحاجات تانية، فبنجز كده، مش شرط ان انا اعمل كله في نفس اليوم. زي ما انتم شايفين كده ترويق كروكي كده، وبعد كده يوم تاني ابقى اشيل فرش السرير اللي فوق واغسل برضو يوم تاني. طبعا برضو كنيس ومسح ومش عارفة ايه. ف زي ما انتم شايفين كده الراحة النفسية سلام. انا ارتحت، انا برتاح. انتوا عارفين لما تبقى امي كانت على طول تقعد تقولك الشغل البدرية منسية، يعني انا واخدة البتاع ده منها. على فكرة ولاد المية دي فيها فينيك لو حد عارفه، تمام؟ وديتول ودوني وحاجة معطر كده، يعني انا حاطه فيها كام حاجة عشان كده. الفينيك ده مغير لون المية، بيبقى اسمر هو كده. فرشت زي ما انتم شايفين اهوت، برضو وقفت عما مسحت وخلصت وفرشت وشوية معطر بقى كده اول مرة تشوفوا المطبخ ده. المطبخ يا جماعة عبارة عن اوضة غسيل. طبعا المطبخ مفيهوش اطباق، يعني مش بنطبخ فيه، مش مفيهوش بوتاجاز. البوتاجاز بتاعي نزلته تحت في شقة حماية، تمام؟ في بقى كام كوباية كده المعلمين ولادي شاربين، وانا طبعا وانا طالعه بعد الغدا خدت كوبايه شاي خدتها معايا فوق. شويه اطباق بس كده، شويه كوبايات قصدي في الحوض، فهغسلها وخلاص على السريع يعني. احنا ولا بنطبخ فوق ولا بنعمل اي حاجه فوق. وساعات كمان الولاد يبقوا مثلا عايزين جايبين حاجه ساقعه او حاجه وعايزين كوبايات، يقوموا مطلعين من النيش وشاربين في الكوبايات يعني. دي كلها كوبايات من النيش، حتى هتلاقي كام كوباية مختلفة، كل واحد بيطلع له كوباية من منطقة مختلفة. كل دول من النيش. وطبعا ازاز المية بقى اللي بنشرب فيها وكده يعني. مفيش مواعين في المطبخ اللي فوق زي ما قلتلكوا، عشان ما بطبخش حاجة. انا اخري تحت لحد مثلا العشاء يكونوا اتعشوا وخلاص بس. فبنبقى طالعين متعشين وخلاص بنطلع بقى على فوق، اللي هيذاكر يذاكر من ولادي وننام بس، ونرجع تاني نصحى الصبح ننزل تحت برضو نفس الكلام. مش عارفه اسجل في حد انابيب ومش انابيب. انت مش عارفه انابيب بتلف على 160 جنيه دي. يلا ما علينا، يا رب يوصلوا لنا الغاز بقى. فزي ما قلت لكم كده فيش بقى حاجه فوق زي ما قلت لكم، بوتاجاز او حاجه، ولا حتى بعمل كوبايه شاي فوق. لما بعوز الشاي باخد كوبايه شاي من تحت وانا نازله وانا طالعه. اللي ما يعرفش يا جماعه، انا حماتي متوفيه
من تاني شهر من جوازي و... وانا قاعده مع حمايه. تمام. و... وقاعده تحت بقى، ما بطلعش فوق. زي ما انتم شايفين ده سجاد مغطياه، عينه كده في الخباثه. وطبعا حاجات الغسيل ديت بجيبها بالشهر، او مثلا كل كام اسبوع كده، كل ما تخلص يعني تفضل عندي بقى. خلصت وكنست السلم وقلت شايفين حاجات الغسيل دي يا ولاد لازم تبقى عندي. دي عجينه وكرور ودوني وبرسيل جيل، كل دي حاجات فارت. بغسل الالوان الاول او الاسمر، ما كانش عندي اسمر فغسلت الالوان. الاسمر والالوان ما بياخدوش وقت زي الابيض، فعشان كده بقوم ايه، بنجز في الوقت بسرعه. اقوم جايبه مثلا الاسمر الاول وغسلاه برسيل جيل اسمر، فما بياخدش وقت فبيخلص فبيطلع بسرعه. تحس ان انت ايه، ما فيش حواليكي يكون هدوم كتير كده. لما تبتدي ان انت تغسلي بالاسمر وبعدين الالوان، وبعدين بسيب الابيض للاخر خالص بقى. بقوم حطاه في الغسالة الابيض وسايباه ايه، بدل اللفة لفتين تلاتة. خلصت زي ما انتم شايفين. الهدوم كانت شوية صغيرين اهو، بس شوية صغيرين بس برضو مالية الحبال كلها. بس خلصت كده وتمام، وخلصت الشقة زي ما انتم شايفين. ويا سلام على على الراحة والاحساس بالنظافة كده، وحاجة زي الفل. الله الله. الحمد لله على السلامة يا سلمى. سلمى جت من المدرسة زي ما انتم شايفين يا ولاد. ايوه بقى، على حبة المعطر الحلو ده. بحب الخوخ على فكرة يعني. معطر الخوخ ده بيحسسني بالعيد على طول، مش عارفة ليه. طبعا في اوضة تانية كبيرة دي ما بصورهاش. نزلت بقى عملت الغدا على السريع، بس ما صورتش طبعا، لان ابو زياد قال لي خلصي الغدا على السريع عشان هنيجي نتغدى وهنروح الغيط عشان نقلع السمسم. السمسم بقى يا ولاد، يعني دلوقتي اللي شغال دلوقتي في الموسم ده الرز والسمسم. كل الناس زرع رز وزرعين سمسم، اللي عنده رز بيضمه واللي عنده سمسم بيقلعه ويربطه. فانا هوريكم برضو كل حاجه على الطبيعه. وده كان غدانا النهارده يا ولاد، شايفيني وانا مظبطه الرز كده. يا سلام عليا، تسلم ايديا والله، ما شاء الله عليا. زي ما سبحان الله النهارده الطقم بتاع كله جل في الاطباق ديت. هو طقم كامل ملاميق. زمان امها هتفرح قوي، هتقولي اخيرا سبتي النيش والحاجات الحاجات اللي في النيش. المهم خدت الدكتور حسام البركة بتاع البيت بتاعنا ورحنا بقى الغيط. ده بقى كان العصرية كده، كان هيثم ابو زياد سبقني وراح الغيط هو وهيثم وكده. فانا بقى خلصت اللي ورايا وكده، واتغدينا وشربنا شاي وظبطنا الدنيا. وبعد كده جيت لهم بقى في الارض زي ما انتم شايفين، جبت لهم بقى حاجة ساقعة. وبعدين جيت بقى عشان نشوف السمسم وهو بيتخلع. كابتن زيزو، ربنا يهديك يا زياد وينجحك. زيزو في تالتة اعدادي يا ولاد. اول فرحتي واول معاني شافت. حبيبي يا زيزو ابن البكري. طبعا ابو زياد وصاحب ابو زياد وحسام البركة بتاعنا. اهم حاجة حسام البركة بتاعنا. طبعا لازم اتعامل ولازم احط ايدي في كل حاجة، لا كده لا الحاجة مش هتمشي. ايوه والله العظيم انا كنت عند بيت ابويا ولا بعرف اي حاجة عن الفلاحة، ولا عمري حلبت مواشي، ولا عمري اكلتهم، ولا عمري رحت غيط. بس اما اتجوزت الحمد لله كل بيت بقى وكل يعني كل واحدة بتعيش على حسب ما جوزها عايش. طبعا انا جوزي كان مسافر وقعد من السفر وقال ما البلد مش نافعة فيها اي شغل، هو سواق عامة يعني. فجاب بقى لا مؤاخذة المواشي وكده، وابتدينا بقى ايه، نبقى فلاحين. يا فلاحين يا فلاحين، بنربط سمسم زي ما انتم شايفين. وبعدين هنوقفه بقى عشان ينشف براحته. انا هبقى اوريكم خطوة خطوة عشان ما تتوهوش بس مني. احنا كده فضلنا بقى من عند العصرية كده لحد ما المغرب ادى. انا هسيبكم بقى تسمعوا المغرب وكده اخر الفيديو. مع الف سلامة، متنسونيش في اللايك.